السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة حصري بفضل الله الكوبيبة المصرية بطريقة جديدة خالص. اختراع ده يا كوتش، آخر حلاوة وآخر جمال. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل الكوبيبة الجميلة دي اللي مقرمشة من بره وطرية من جوه ومستوية من جميع الجوانب. ربنا ألهمني ان انا اعمل الفكرة الجميلة دي عشان خاطر عيونكم. وانا بعمل الكفتة اللي بالرز قلت طب ليه انا ما اعملهاش زي الكبة الشامية او الكوبيبة الشامية. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعانا ربع كيلو دقيق الرز، ومعانا بصلاية متوسطة متقطعة 4، ومعانا ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة ومعانا شوية كزبرة خضراء، ومعانا شوية بقدونس، يعني حوالي معلقتين من كل حاجة، ومعانا شوية شبت. تمام كده. وهنحطهم في الكبة مع بعض، وهنحط نحطهم طبقات كده، حبة حبة، الخضرة حبة حبة وكل حاجة حبة حبة كده. وهنضيف لهم ربع كوباية مية في الأول علشان الكبة تمشي كده براحتها. تمام كده. وهنضربهم في الكبة وهننزل الجوانب كده، وهنضيف ربع كوباية مية تانية، يعني حسب ما الكبة تمشي معاكي. ما تخافيش خالص من شوية المية اللي بتزوديهم دول، مش هيعملوا اي سيولة في العجينة. تمام كده. عشان احنا معانا دقيق الرز، مش رز مغسول ومنقوع كده، ده دقيق الرز بتشتريه من عند العطار. دلوقتي بقت عجينة هنعجنها كده وهنخبطها خبطتين زي ما بنعمل العجينة بالظبط. تمام كده. اهي بقت حلوة معانا اهي، وهنجربها اهي. ما شاء الله ما شاء الله، ولا بتشقق ولا اي حاجة. وهنغطيها بالكيس الاسترتش ده. الاكياس دي جميلة جدا، بتنفع قوي، بتغطي كل حاجة في التلاجة. وهنحطها في التلاجة شوية لغاية ما نعمل العصاج. عملنا العصاج باللحمة المفرومة اهو، وفردناه في الطبق وسبناه يبرد. بس ده عملته فيديو شورتس لوحده عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. ومعانا معلقة نشا وشوية مية، ومعانا الزيت اللي هنشكل بيه. ومعلقة النشا دي لو احتاجت اي واحدة من الكوبيبة تتقفل، يعني بنقفلها فيها. تمام. وهنحط نحفرها كده بالطريقة دي او بالطريقة التانية، وهنحط الحشوة فيها وهنقفلها. تمام. هنعمل مع بعض واحدة كمان اهي، وهنقفلها بقى اوريها لكم وهي بتتقفل. انا عملتها بالشكل الشكل ده. تمام كده. وهنحط الزيت وهنبتدي نشكل برضو، ونحاول نخلي المقاس الكرات كل واحد. تمام كده. فكرة جميلة جميلة، لازم تجربوها وتعتمدوها بقى. المفروض اخد براءة اختراع، ومفروض بقى يبقى فيه مشاهدة عالية بقى يا رب ان شاء الله. وهنقفلها كده. تمام. طبعا انت ممكن تعمليها في الكبة في البيت، وممكن توديها عند الجزار وهو يفرمها لك فرمة حلوة برضو ناعمة. وهنقفلها بالمية والنشا كده. تمام. المية والنشا بتقفل، وكمان لما بتيجي تحمريها بتبقى مقرمشة شوية من بره، والطراوة موجودة جوه مش هتروح يعني. تمام. وبرضو العصاج عملته بربع كيلو لحمة مفرومة، يعني انا استخدمت في الكمية دي كلها نص كيلو لحمة مفرومة وربع كيلو دقيق الرز. تمام. خلاص كده دي متقفلة معانا.
خلاص يعني نقفلها بايه بالمية والنشا كده. هي مش هتحتاج كتير مية ونشا لان الرز اصلا يعني فيه نشا، بس احنا عايزين نطمن ان هي متقفلة والحشوة جوه. اهي الكمية كلها ما شاء الله خلصناها، وهنحطها في التلاجة. قبل ما تستخدميها وتحمريها تحطيها في التلاجة مش اقل من ساعتين الافضل كده، وممكن تحطيها في اطباق وتشيليها في الفريزر. هنجيب الطاسة بتاعتنا وهنحط فيها عود القرفة زي ما انا متعودة بعمل، وهنسيب الزيت يسخن كويس، ونحط فيه الكوبيبة اللي هي مطلعينها من التلاجة علشان تبقى متماسكة وماسكة نفسها خالص وما تفكش معانا، ولا هتفك معانا خالص، وهتبقى زي الفل. هنسيبها في زيت غزير، لازم الزيت يكون غزير عشان تستوي من جميع النواحي، والنار تكون متوسطة، ونفضل نقلب فيها كده علشان نتأكد من ان السوا تم على اكمل وجه. هنحط الكمية اللي فاضلة، وشايفين ما شاء الله اللون جميل ازاي والقوام جميل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده تشرف وتفرح. وهتبقى أكلة جديدة بقى من ضمن الأكلات العربية المصرية الخليجية، هتنفع في كل سفرة، وبالذات سفرة رمضان. وخلاص حمرنا الكمية كلها، وهنرش عليها شوية بقدونس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.